قبل ما نبدأ مسلسلنا ما تنسوش تدعموا القناة وتشتركوا وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. بتبدأ أحداث مسلسلنا بحرب عصابات شرسة، وبيدخل بطلنا بارك وسط المعركة وبيشوف مراته يو جونج وبيحاول يوصل لها. قبل الأحداث دي بسنتين، عام 1994، بتكون عيلة يو متجمعة على الغداء وبيباركوا لها على ترقيتها لمساعد محقق ونقلها لقسم الأمن، وإنها خطوة مهمة جدا في مستقبلها. وبيحقروا من جوزها بارك وبيسخروا من رتبته المتدنية وإنه شغال في الأرياف. بيخلصوا وبيدخلوا أوضتهم ويو بتواسيه وبتقول له إخواتي دول أغبياء وانا اصلا ما بحبش اجي هنا. بعد كده نروح نزور امي في المستشفى وخلاص. وجوزها بيشوف سلسله في حاجتها القديمه، بتقول له دي كانت هديه من الكنيسه، فكرني ابقى اخدها البيت واحنا راجعين. بنروح لمدينه جنجم، وفي الديسكو بنشوف بطلنا التاني جيتشول اللي بيكون شغال موزع موسيقي، والناس كلها بتحب حفلاته. بيراقبوا زعيم عصابه كبير وبيقابله بعد الحفله وبيقول له انا سمعت انك مولود في المدينه وعندك علاقات كتير هنا، وبيعرض عليه يشتغل معاه، وفي المقابل هيخليه مالك للديسكو ده بعد فتره. بيوافق جيتشول، وبعد سنه بيلاقي نفسه لسه تافه وما استفادش حاجه من الانضمام للعصابه. فبيروح للزعيم وبيفكروا بوعده ليه، وبيعرض عليه انهم يشتغلوا في تجاره المخدرات، لكن الزعيم بيرفض وبيضربه وبيهينه. بيتجمع جيتشول مع اصدقائه اللي بيكونوا متربيين سوا، وبيكونوا معترضين على اهانه الزعيم ليهم، وبيتفقوا انهم يتخلصوا منه. بيقدروا يوصلوا لزعيم عصابه صغيره وهو سيو جونج، بيقنعوه انه ينضم ليهم في مقابل انه يبقى عضو معاهم ويسيطروا على المدينه، وبيوافق على العرض. بيروح الزعيم مع عصابته الفندق علشان يرفعوا عن نفسهم شويه، وبيستغرب انهم لوحدهم في الفندق. فواحد من رجالته بيقول له علشان احنا بره الموسم. وفي الليل بتتجمع العصابتين وبيدخلوا عليهم واحد واحد في الأوضة وبيخلصوا عليهم، لكن بيقدر واحد منهم يهرب ويشغل جرس الإنذار. وبتتجمع العصابة الكبيرة والزعيم بيتقدمهم وبيأمرهم بقتل الخوارج دول، وبتدور معركة طاحنة بين العصابات، لكن بتقدر مجموعة جيتشول تنتصر. بيهرب الزعيم، لكن بيحاصروا جيتشول وسيو وبيقبضوا عليه، وبيتفقوا معاه انه يمشي ويسيب المدينة، لكنه بيقتل تايهو صديق جيتشول. بيغضب جيتشول جدا وما بيكونش شايف قدامه، وبيضرب الزعيم عشرات الطعنات بالسكين وبيقتله. بيروح جيتشول لمدينة بوسان علشان يقابل زعيم المافيا في كوريا، بيبلغوا انه قتل الزعيم لانه كان هينقلب ضده، وبيفرجوا صور دليل على كلامه، لكنه بيكون عارف الحقيقة. والباقي من العصابة بيكونوا مستعدين لقتل جيتشول. فجيتشول بيعرض عليه انه يسيطر على المدينة، وفي المقابل هيبعت له 50 مليون ون كل شهر. الزعيم بيعجبه العرض وبيوافق. بيبدأ عصر جديد تحت سيطرة جيتشول، وبتنتشر المخدرات، وبتتجمع شرطة كوريا مع اليابان لمناقشة الخطر ده والوقف تهريب المخدرات بين البلدين والقبض على المهربين. وبيتفقوا انهم يزرعوا شرطي وسط العصابة علشان يقدروا يوصلوا للروس الكبيرة. بيروح النقيب سيوك علشان يقنع الضابط بارك انه يلعب الدور ده، لكنه بيرفض وبيخاف على شكله قدام عيلة مراته. فبيقول له فكر في المخدرات اللي هتدخل البلد وتضر الشباب، وافتكر المخدرات دي عملت ايه في والدك ودمرت اسرتك ازاي. بيرفض برضه، وبيجي له رئيس نيابة وبيقول له لو نجحت في المهمة دي هتاخد مكافأة مالية ضخمة وهتترقى رتبة، وبيسيبه يفكر. بيروح البيت وبيبص لمراته وبيكون عاوز يخليها فخورة بيه. تاني يوم بيروح لهم وبيقول لهم انه موافق، بس بشرط مش عايز مكافأة مالية، بس عايز يتصعد رتبتين. بعد تفكير بيوافق رئيس النيابة، وبيتفقوا وبيفهموه أبعاد الموضوع وتسلسل الأحداث اللي حصلت، وبيعرفوه على الشخصيات المهمة في العصابة. بيدخل بارك المطعم تابع لإدارة جيتشول، وبيطلب من الجرسون إنه يقابل مالك المطعم، لكن الجرسون بيستدعي الأمن وبيضربهم بارك، وبيستدعوا له مجموعة تانية بيضربهم برضه. بيتم تبليغ جيتشول باللي بيحصل، فبيروح للمطعم بيقابله، وبيشوف في إيده ساعة صديقه تايهو اللي اتقتل على إيد الزعيم. بيمسكه وبيسأله عن سبب وجود الساعة معاه، فبيقول له إنه نسيب تايهو. بياخده جيتشول عشان يعرف قصته، فبيقول له إنه جاي علشان يعرف مين اللي قتل تايهو ويقتله. فبيسأله كنت فين كل ده، جاي تفتكر دلوقتي؟ بيرد عليه بارك وبيقول له انت مالك، وبيقول له انتوا اللي كنت فين، ازاي اصدقائه ما خدتوش بطاره. وبيمشي. فجيتشول بيديله الكارت بتاعه وبيقول له تبقى عدي عليا في المكتب علشان نتكلم عن تايهو. واصحابه بيستغربوا ازاي سابه يمشي. بيروح جيتشول مع صاحبه جيونج الوالد تايهو علشان يتاكدوا من نسيبه ده، فبيقول لهم انه شغال صياد في المحيط وانه ما شافوش من زمان ولسه راجع. وسالوا عن تايهو وزعل جدا لما عرف اللي حصل وان هو اللي اداله الساعه. بيعدي يومين وبيروح بارك لجيتشول المكتب وبيقعد معاه، وجيتشول بيعرض عليه مبلغ مالي اكراما لتايهو انه يبعد عن الموضوع ده وهم هياخدوا حقه، لكن بارك بينفعل وبيهين جيتشول، وده اللي بيخلي صديقه تشاري يتضايق. بيمشي بارك، لكن بيعترضوا اعضاء العصابه وبتدور معركه بينهم، وبيعجب بيه كل اعضاء العصابه علشان مهاراته القتاليه. بعد ما بيهزمهم جيتشول بيقول له شكلك مش جاي علشان تاخد فلوس، وبارك بيقول له نضفوا المكان وانا هروح اجيب حق تايهو، يا اصدقاء ملهاش لازمه. بيقترح تشاري انهم يضموا بارك معاهم في العصابه وهيكون بديل تايهو، لكن جيونج بيعترض لانه شخص غريب عنهم. بيوزع بارك منشورات في الشارع عليها صوره الزعيم اللي قتل تايهو وبيسأل الناس عنه، واعضاء العصابه بيبلغوا جيتشول باللي حصل. بيروح تشاري وبيدفع ال50 مليون لزعيم المافيا، وبيقابل هناك الدراع اليمين للزعيم القديم. بيقول له شوف احنا بندفع قد ايه، تخيل جيتشول بيكسب قصادهم كام. ويقترح عليه يتخلص من جيتشول لانه صديقه من 10 سنين، لكنه بيعامله بطريقه سيئه. بيروح الراجل لزعيم المافيا وبيطلب منه الاذن لقتل جيتشول في مقابل انه يدفع له 100 مليون كل شهر، والزعيم بيديله الموافقه. بارك بيجيله اتصال من جيتشول
جيتشول وبيتفقوا انهم يتقابلوا، وتشاري بيقابل الراجل وبيتفقوا على طريقه التخلص من جيتشول، بيطلب منه يكون رحيم بيهم لانهم اصدقائه في النهايه. بارك بيوصل لجيتشول وبيقابله، وجيتشول بيقول له انا سمعت انك بتدور على الزعيم وعرفت انه قتل تايهو، وبيقول له سيبك من الكلام ده وانضم لعصابتي. في الوقت ده بتدخل العصابه اللي عايزه تتخلص من جيتشول، وبارك بيضربهم لكنه بيتعب، وبيتضح ان ده اصلا كان فخ وجيتشول عامله لهم. وبتظهر عصابه جيتشول وبتدور المعركه بينهم وبينتصروا وبيمسكوا الراجل، لكن جيتشول بيعفو عنه مقابل انه ما يشوفش وشه تاني، لكن قبل ما يسيبه بيكسر رجله. وبعدها بيكلم زعيم المافيا وبيقول له بعد كل الفلوس اللي ببعتها لك بتعمل كده؟ من النهارده مفيش فلوس هتوصل لك. وزعيم المافيا بيأمر رجالته يجيبوا جيتشول لعنده ويشقوا بطنه. بارك بيسأل جيتشول عن سبب مقابلته ليه، فبيقول له انا كنت واعد تايهو ان اعمل له مالها ليلي، وده وقت نوفي بعدي وانت هتكون المدير. وبيعرفه انه قتل الزعيم بنفسه وانتقم لتايهو، وبيطلب منه ينضم للعصابه. بارك بيقبل وبيقدم نفسه لافراد العصابه وبيعرفهم باسمه وهو سيونج. بيحتفلوا بانضمامه وبيتعرف على قوانين العصابه. بيبدأ سيونج في شغله وبيكون عباره عن دوريات لمراقبه الشوارع اللي تحت سيطره العصابه. يو بتتصل بشغل بارك علشان تطمن عليه، وبتعرف انه واخد اجازه من فتره مع انه قايل لها انه عنده مأموريه. بتكلمه وبتروح علشان تقابله، بتقعد معاه وبتقول له قول لي انت ماشي مع مين وشكلها ايه. بيقول لها على المهمه اللي هو فيها. وفجاه بيجي جيتشول وبتقوم يو وبتسلم عليه وبتقول له ما تقابلناش بقالنا فتره. سيونج بيقول له دي صديقتي من المدرسه الابتدائيه وكنا متربيين مع بعض. بيعرفها بيه وبيقول لها ده رئيس شركتي الجديده. وجيتشول بيسالها عن قسمها في الشرطه. بعدها بياخدوا سيونج المخزن وبيضربوه وبيبرر لهم معرفته بيها. بيروحوا وبيسالوا جيتشول عنها وبيقول لهم انها كانت زميلته في ثانوي، وبيكون سرحان فيها وبيفتكر علاقته بيها ايام المدرسه وانهم كانوا بيحبوا بعض. وسيونج بياخد باله من السلسله اللي في رقبته وبيفتكر السلسله اللي شافها في حاجه مراته واللي بتكون هديه من جيتشول ليها، وبيشك ان كان بينهم حاجه. بتروح يول والدتها المستشفى وبتطمن عليها، ووالدتها بتسالها عن جوزها وبتقول لها انها بتحبه اكتر من ولادها. جيتشول بيبعت يستعلم عن السيره الذاتيه لسيونج وعن يو اللي شغاله في قسم الامن. بتروح يول للنقيب سيوك وبتعاتبه لان اختار جوزها العمليه زي دي. بتوصل المعلومات لجيتشول وبيطمن من ناحيه سيونج لان والده كان مدمن مخدرات. وبيشوف معلومات يو بيستدعي سيونج. بيقول له شفت صوره جوز يو قبل كده؟ وسيونج بيكون متوتر جدا وبيكون مستعد لمهاجمته، وبيقول له بص عليه كده، مين الاوسم انا ولا هو؟ وبتكون الشرطه مغيره صورته في الملف. بيقول له انت طبعا يا ريس. بيروح سيونج الفريق وبيطمنوه انهم متابعين كل تحركاته وبيحموه، وبيتفقوا يعملوا خطوه جديده علشان العصابه تثق فيه اكتر. سيونج بيكون ماشي في الدوريه بتاعته وبيلاقي عربيات غريبه رايحه المقر العصابه، فبيروح وراهم وبيطلع وبيقاتلهم وبيحمي جيتشول اللي بيكون لوحده في الوقت ده، وبيتصاب في المعركه دي وافراد العصابه بيشكروه على شجاعته. وجيتشول بيقرر يعينه الحارس الشخصي ليه. جيونج بيعرفه على مهامه الجديده، بيعرفه باسورد الابواب وبيشتري له موبايل. جيتشول بيقرر يروح يزور والده يو ويطمن عليها، وبيقول لسيونج يدخل معاه لكنه بيتحجج انها مش هتفتكره وانها مش هتكون مرتاحه لوجوده. بيدخل جيتشول وبيديها هديه، والممرضه بتفتكره جوز بنتها، فبيعرف ان جوز بنتها مش بيزورها وبيخرج يمشيها في الحديقه شويه. وبتعاتبه على شغله في الجريمه، فبيقول لها دي كلها اشاعات بس. بنروح لليابان وزعيم المافيا بيقابل شريكه الياباني كانيموتو، بيقول له انه هيتخلص من جيتشول لكنه بيقتله لانه بيحب جيتشول. وجيتشول بيبلغ اعضاء عصابته وبيروح بعدها لرحله صيد سمك، ومش بياخد سيونج معاه اللي بيستغرب. بيسال زمايله عن الرحله فبيقولوا له انه بيروح كل شهر وبيمشي وبيسيبوه لوحده. بيستغل الفرصه وبيفتش في مكتب جيتشول لكنه مش بيلاقي اي معلومات مفيده. جيونج وهو بيلم عده الصيد بيكتشف ان واحد من الكشافات تبع الشرطه، وان الكشاف ده كان واقع من المجموعه اللي هاجمتهم. بيبلغ جيتشول اللي بيستدعي سيونج وبيأمره يقتل واحد من الخارجين عن سيطرته، لكن سيونج بيتظاهر انه مش بيعرف ينشن ومش بيقدر يقتله، وبياخد سيول المسدس منه ويقتله. بيرجعوا للمقر وبيتجمعوا وبيتناقشوا في امر سيونج، وجيونج بيكون مصر انهم يستبعدوه لان المشاكل كلها ظهرت لما هو ظهر، والشرطه ظهرت كمان بعد ظهوره، لكن جيتشول مش بيوافق. بيروح له هو وسيو بيساله انت ليه رفضت تقتله؟ فبيقول له انا اسف. وجيونج بيقول له انا شاكك فيك من وقت ما شفتك مع الشرطيه وانت مش واحد مننا. فبيقول له ليه؟ علشان انا مش من المدينه. بيضحك وبيخرج، وسيو بيقول له على فكره انا كمان مش من المدينه. بيروح النقيب سيوك ليو وبيطلب منها تساعدهم في انها تخلي جيتشول يرجع يثق في جوزها. بتوافق وبتتصل بيه وبتقول له عايزه اقابلك. بيروح لها وسيونج بيساله هتقابل مين؟ مش بيرد عليه. بيطلع وراه وبيلاقيها مراته. بيتعصب بس بيلاقي النقيب سيوك اللي بيقول له دي خطه وهي بتساعدنا. بنرجع لهم تاني ويو بتديله صوره قديمه بينهم، بتقول له على فكره بقت اجمل من الاول، وبيفتكروا ذكرياتهم مع بعض. بينزلوا وبتقابل سيونج وبتقول له خد بالك منه لان حياته كانت صعبه وهو صغير، وبتوصيه عليه. بيركبوا العربيه علشان يوصلها، وبيحكي لها انه زار امها، وبيقول لها ان الممرضه افتكرته جوزها، فبتقول له انها متطلقه ومحدش يعرف غير عيلتها. وسيونج بيكون على اخره وهيولع. بيوصلوا للمقر وجيتشول بينبه على سيونج ما يعرفش حد انه بيشوفها. تاني يوم بيروح لسيونج اوتو بيديله بدله ويقول له يلا والده يو ماتت. بيوصله لكن مش بيرضى يدخل معاه، وبيستناهم وبيحاول يعزي مراته من بعيد. بتخرج مع جيتشول وسيونج بيعزيها، وهما بيتكلموا بيجي طفل وبينادي سيونج ويقول له عمي. بيبص له جيتشول لكن بيظهر النقيب سيوك بيقول له تعالى
تعالى يا حبيبي، وبيعدي الموقف. بيخرجوا لبره وسيوك بيقدم نفسه على انه جوز يو، بيعزيها جيتشل وبيحضنها. بيوصلوا سيونج للعربيه وبيقول له هدخل الحمام. بيكون عايز يدخل يودع حماته لكن زمايله بيرفضوا. بيودعها من بره وبيمشي. بيرجعوا للمقر وسيونج بيقول لجيتشل انه حاسس انه تافه وانه عايز يرفع من شأنه ويقربوا منه اكتر. فبيقول له ماشي، وانا كمان محتاج مساعدتك وانك تخليني اقرب اكتر من يو. بيوافق وبيقول له انت بتروح تصطاد كتير وزي ما انت عارف انا كنت شغال صياد في المحيط، تبقى خدني معاك اغير جو. بيقول له ما ينفعش، دي هوايه للقيادات الثلاثه العليا بس. فبيفكروا بتوصيه يو ليه. بيقول له خلاص هبقى اشوف. بيخلصوا كلام وبيطلع يتاسف لمراته اكتر من مره انه ما قدرش يكون جنبها في ظرف زي ده وبيعيط. تاني يوم جيونج بيستدعيه وبيحاول يعرف منه جيتشل بيروح لفين لكن ما بيوصلش لحاجه. في النهايه بيقول له انا عارف انه بيقابل الشرطيه دي. بيخرج وبيقابل سيو على السطح وبيتفقوا انهم يبقوا في ظهر بعض لانهم هم الوحيدين اللي مش من الشله القديمه. بيظهر اخر راجل متبقي من عصابه زعيم المافيا. بيروح لعصابه صغيره يتفق معاها علشان يتخلصوا من جيتشل. بينتشر رجال العصابه وبيسالوا افراد من عصابه جيتشل عن خط سيره وبيغروهم بالمال. بيجي ميعاد الصيد الشهري وتشاري بيستاذن انه مش هيقدر يروح لان مراته بتولد. بيكونوا محتاجين واحد تالت علشان يراقب المينا. فبيتفقوا يجيبوا حد من غير ما يعرف بيعملوا ايه. جيونج بيقول له هكلم سيو. فبيقول له لا هناخد سيونج. بيروح يبلغه انه هيصطاد معاهم بكره. وتاني يوم بيركبوا العربيات وهم في الطريق جيونج بيتصل بجيتشل وبيقول له عربيتي اتخرمت مش هقدر اكون معاكم، هصلحها واحصلكم. بتظهر عربيات غريبه وبيوقفوا العربيه ويهاجموها وبيكونوا على وشك انهم يقتلوا جيتشل. فبيضطر سيونج انه يضربهم بالنار وبينزلوا من العربيه لكن العدد بيكون كبير جدا مش بيقدروا يواجهوهم. وجيتشل بيفتكر ان جيونج وتشاري اتحججوا انهم ما يجوش وبيشك فيهم. وسيونج بياخد ضربه قويه بالسيف على ظهره لكن بيظهر سيو في الوقت المناسب وبياخدهم ويهرب. سيونج حالته بتكون خطيره جدا وجيتشو بيأمر سيو يعرف مين الخاين. بيروح سيو يسأل الورش اذا كان فعلا في كاوتش اتصلح امبارح وبيتاكد ان كلام جيونج كان مظبوط. بيروح لتشاري وبيتاكد ان مراته كانت بتولد فعلا. بيفوق سيونج ومراته بتكون قلقانه عليه جدا. بنرجع له جيتشو بيكون قاعد جنبه وبيشكره على انقاذه حياته لتاني مره. سيو بيروح يبلغ جيتشو باللي عرفه وجيتشو بيقول له خلي كل الرجاله ترجع المقر وبلغهم اننا عرفنا الجاسوس وان في تجمع الساعه 9. بيخرجوا من المستشفى واليابانيين بيتصلوا بجيتشل وبيوبخوه انه ما استلمش في ميعاده. بيعتذروا وبيبلغهم باللي حصل وكانيموتو بيكتشف ان في حد بيراقبه وبيقتله. وبعدها بيبلغ جيتشو بالمكان والميعاد الجديد. الاجتماع بيبدا وجيتشل بيقول لهم عايزين تعرفوا مين الخاين. الخاين هو اللي ما حضرش الاجتماع. بيجهز نفسه علشان يهرب. بيجيبوا سيو قبل ما يهرب وبيضربوه ضرب مميت وبيكون سيو على وشك انه يقتله لكن بيتدخل سيونج وبيديله ضربتين كمان وبيطلب من جيتشل انهم يسيبوه خلاص وبيوافق. بيجمع جيتشل القياده العليا بعد ما ضم سيو وسيونج وبيبلغهم ان الصيين جايين بعد يومين وان هو اللي هيقابلهم. بيبلغ سيونج المعلومات للشرطه وبيشكوا ان في عصابه ثالثه في الصين وبيخلوا يو تكلم جيتشل وتقول له انها عايزه تقابله في يوم الوصول وهو بيوافق وبيطلب من جيونج يقابلهم مكانه. سيونج بيقول لجيتشل انه شاكك ان جيونج وتشاري ليهم ايد في اللي حصل وبيطلب منه يتاكد اكتر. وجيتشل بيكلف سيو بالمهمه دي وبيروح لجيونج وبيساله عن ترتيباته للصينيين وبيقول له ما تيجي نشرب كاسين مع بعض. بيقعدوا وبيقول له ريح انت بكره انا هبعت سيونج مكانك. بيتكلموا مع بعض وبيفتكروا ذكرياتهم وهم صغيرين. وبيجي له مكالمه من سيو بيقول له ان جيونج وتشاري مالهمش علاقه بالحادثه. وجيونج بيقول له انا عارف انك مش هتروح علشان تقابل الشرطيه بس اخر الكلام ده ايه، في النهايه مش هينفع تتجوز شرطيه. بترجع يو للبيت وبتلاقي جوزها بيحضنوا بعض وبيعزيها وبتاسف لها تاني انه ما قدرش يحضر الجنازه. بيعرفها اخر المستجدات اللي في المهمه. تاني يوم بيروح سيونج لاستقبال الصينيين وبيكون معاه صوره واحده اسمها وونجل. الشرطه مشتبهه انها شريك العصابه في الصين. بيوصل للمينا وبيتفاجئ ان اللي وصلت هي شابه صغيره. بيوصلها للفندق بعد ما قلعت الباروكه وغيرت شكلها. وفي الوقت ده جيتشل بيكون في ميعاده العاطفي مع يو. بيروح سيونج يبلغ النقيب سيوك وبيعرف منه ان مراته قاعده مع جيتشل دلوقتي. بيتنرفز وبيمشي وبيخبط في واحد بيكون هو مساعد الزعيم الياباني كانيموتو. البنت الصينيه هاريون بتكلم جيتشل وبتساله ما كانش في استقبالها ليه. بيقول لها انه في مشوار مهم وهيجي لها على طول. وبيرجع يتكلم مع يو بيقول لها انه حقق حلمه اللي حكى لها عنه زمان وبقى من اهم الناس في البلد. بتساله عندك كام شركه ومين بيديرهم ولحقت عملت كل ده امتى. بيقول لها ايه كل الاسئله دي. فبتقول له مجرد فضول مش اكتر. وبعدها بيقابل البنت الصينيه وبيقدم لها هديه عباره عن ساعه وفلوس. فبتقول له اسلوبك مش بيتغير في الهدايا لانها شافت البروفيسور وونج لابسه زيها. وبيعتذر لها عن اللي حصل وانه هيتحمل كل الخسائر. بتقول له اليابانيين جايين. فبيقول لها انه هيزود نسبتهم. بتسيبه وبتمشي. وسيونج بيبلغ المحقق بكل اللي حصل وبيقول له طلع مراتي بقى من الموضوع ده. فالمحقق بيقول له بالتدريج علشان جيتشل ما يشكش فيها. وبيديله جهاز تنصت يلبسه اثناء المقابله مع اليابانيين. وبيقول له انهم هيكونوا جاهزين للاقتحام في حاله اعترافهم. جيتشل بيكون قاعد مع اصحابه ومستنيين تليفون بميعاد الاجتماع. وبيكلموا مساعد كانيموتو يقول له تعالى دلوقتي ومعاك حارس شخصي واحد. فبيختار سيونج وبيقول للباقي يستنوه قدام الفندق لو احتاجهم. وده اللي بيضايق جيونج. بيتحركوا وبيوقفهم ظابط وبيسالهم عن واحد تاجر مخدرات مختفي.
وبيرخم عليهم وبيكون عاوز يعرف هم رايحين فين، فبيمشي وراهم. بيوصلوا الفندق وبتكون الشرطة في كل مكان. بيطلع جيتشول مع سيونج علشان يقابلوا الراجل الياباني، والمساعد بتاعه بيفتشهم وبيبدأ بهاريون والمساعد بتاعها وجيتشول. بيوصل لسيونج اللي شايل جهاز التنصت في الشراب بتاعه وبيحاول يعطل الراجل وهو بيفتشه، والنقيب سيونج بيعرف انه بيتفتش وبيأمر الضباط يشغلوا انذار الحريق. وبيفلت سيونج في اللحظة الأخيرة وبيسيبهم علشان يشوف ايه اللي بيحصل، وبيدخل مكانه وبيحط الجهاز في علبة السجاير اللي اتفتشت قبل كده. بيرجع وبيقول لهم مفيش حاجة، وبيكمل الراجل تفتيشه. وبيدخلوا كلهم والمساعد الياباني بيدخل سيونج والمساعد الصينية أوضة وبيشغل لهم أغاني علشان ما يسمعوش حاجة. سيونج بيتضايق لأنه عاوز يخلص من المهمة دي بقى. جيتشول بيقدم الفلوس اللي دفعها كانيموتو لمساعده، فبيقول له بترجعها ليه؟ مش هتقدر تشتغل تاني؟ بيقول له لا، بس علشان أبين حسن نيتي. وبيسأله المساعد عن الخاين طلع منهم ولا شرطة، فبيقول له إنه واحد من رجالته وما يعرفش أي حاجة عن العمليات اللي بينهم. فبيقول له علشان تثبت إن البوليس مش مراقبك خد الشنطة واقف قدام الفندق 10 دقايق واطلع تاني. بينزل جيتشول وسيونج ورجالته بيكونوا مش عارفين ايه اللي بيحصل ولا يتصرفوا ازاي، وخاصة انهم شافوا الضابط اللي ماشي وراهم فبينزلوا، لكن جيتشول بيغمز لهم فبيرجعوا تاني. وسيونج بيحاول يوصل لسيوك انه ما يعملش حاجة، والجو كله بيكون متكهرب في الوقت ده. المساعد الياباني بيعرض على البنت تشتغل معاهم ويشوفوا وسيط تاني في كوريا غير جيتشول لانه بقى كارت محروق، وبيكلمها كانيموتو بنفسه وبيزود لها السعر مقابل العرض بتاعهم، وهي بتقول لهم هفكر. بيطلع جيتشول تاني وبيطلع وراه الضابط الرخم وبينادي عليهم وبيهددهم. فسيونج بيقول لجيتشول اهرب انت مع الناس وانا هتعامل معاه، وفعلا بياخد الناس وبيمشوا بسرعه. وسيونج بيدخل خناقه مع الضابط وبيضربوا بعض، وسيونج بيبعت الشرطه تعطله. بيهرب سيونج وبيروح السويت بتاع هاريون. في الوقت ده جونج كان هيكشف سيوك، بس بيرجع للعربيه بسرعه لما بيشوف الضابط طالع من الفندق وعينه بتطلع شرار بعد ما فشل. بنرجع لسيونج اللي بينزف بسبب جرحه القديم، والصينيه بتكون معجبه بيه وباللي عمله. بتقول له عملت كده ليه؟ فبيقول لها علشان احميكي لان باسبورك مزور وممكن يتقبض عليكي. فبتساله عن اسمه، بيقول لها سيونج، وبتقول له شكلك وافي، وبتخلي مساعدها ينظف له جرحه. وبتقول لجيتشول انها هتحتاج لمرشد سياحي لانها عاوزه تلف البلد شويه، وبتبلغه بعرض كانيموتو ليها. فبيقول لها انه هيديها ضعف المبلغ الاصلي. وبيكلمها مساعد كانيموتو تاني لما بيعرف انها مع جيتشول، فبتقول له انها هتاخد وقت علشان تفكر. وبتبص على سيونج وبتشاور على جيتشول وبتقول له يستاهل يعني تضحي بنفسك علشانه؟ بيقول لها ايوه لاني بثق فيه، مش انتوا بتقدروا الثقه برضه؟ فبتقول له لو ما اتسجنتش بسبب اللي عملته ده عاوزاك تكون المرشد السياحي بتاعي. بيرجعوا لمقر العصابه، بيعرفوا ان الضابط كسر لهم المكان وضرب رجالتهم. فسيونج بيقول لهم انه هيسلم نفسه ويحل المشكله دي، لكن جيتشول بيوقفه وبيقول له مستحيل اخليك تتسجن. فبيقول له سيبني هحلها بطريقتي، بس لو خرجت منها هتخليني شريكك في شغل المخدرات والتجاره مع اليابان والصين. بيسلم نفسه، والضابط بيساله عن الناس اللي كانت في الفندق، بيقول له معرفش، انا هنا علشان اسلم نفسي بعد ما ضربتك. وبيضحك وبيستفزه لحد ما الضابط بيضربه جامد، بيشتمه فبيضربه اكتر. وفجاه بيجي المحقق كتفتيش مفاجئ وبيشوف الضابط وهو بيضرب سيونج، وبيقول لهم انتوا متعودين هنا تعذبوا المجرمين وتضربوهم؟ وبيحاولوا يعتذروا كلهم، وبيطلع منها سيونج وبيكون سيو مستنيه وجايب له اكل، وبيعرفه انه خرج مقابل انه ما يقولش ان الضابط ضربه. وسيو بيساله ليه الزعيم اخده هو بالذات معاه، فبيقول له ممكن عشان ابويا تاجر مخدرات فنعرف المجال ده كويس. وبعدها بيقول له احنا نستحق ننضم ليهم، وبيحاول يشحن سيو ضدهم، وبيقول له انت اكتر واحد بيتعب فيهم، لازم تاخد وضعك وعاوزين نكسب شويه. بيرجعوا وبيتجمعوا كلهم، وجيونج بيكون شاكك في حوار سيونج ده وان الشرطه سابته علشان ضربوه، وبيقول له ممكن صاحبتك الشرطيه تكون هي اللي طلعتك. فبيقول له انت زعلان عشان طلعت؟ فجيونج بيقول له لا، بس انا متاكد ان كان في محققين حوالين الفندق. فجيتشول بيقول له ركز في حسابات الشغل لان فيها غلطات كتيره، فبيطلع ويسيبهم. وسيونج بيسال جيتشول عمل ايه مع الصينيين، بيقول له ايه رايك تكلمهم انت، البنت الصينيه دي معجبه بيك. فتشاري بيعترض وبيقول له سيونج ذكي بس لسه بدري عليه علشان يعمل ده، كلمهم انت. فبيقول له انهم ناسوا كل اللي عملوا علشانهم واهانوه. وبعدها بيقابل يو بيحاول يواسيها، وبيروح لامه وبيقول لها عاوز منك طلب. بنرجع لهاريون اللي بتطلب من سيونج انه يفسحها، وبتبعت المساعد بتاعها يشتري مخدرات من مالها تابع لجيتشول. وسيونج بيقابلها وبياخدها لبحيره، بيكون ساكت. بتقول له انت مرشد المفروض تشرح لي. فبيقول لها انت جبتينا هنا علشان تتاكدي ان مفيش حد بيراقبنا؟ بتقول له ايه ده وطلعت ذكي كمان، كنت فاكراك عضلات بس. بتقول له يلا هنروح ناكل في مكان. بيوصلوا وبيحاول يكلمها عن التجاره مع جيتشول وان الغلطه اللي حصلت مش هتتكرر تاني. فبيدخل المساعد وبيديها المخدرات، بتفتحها وبتقول له الفرق بين بضاعتنا واي بضاعه تانيه انها بتعمل فوران، وبتطلب منه يشربها. بيتردد، ولما بيرفعها بتمسك ايده وبتقول له رئيسك بيبيع البضاعه بتاعتنا في الملاهي بتاعته مع انه المفروض يوصلها اليابان. فبيمسك ايديها وبيقول لها ايه رايك اكون انا الراجل بتاعكم؟ فبتضحك وتقول له هتخون رئيسك؟ بيقول لها لا انا اللي هكون قدامكم، لكن الفلوس بتاعته والشغل ليه. فبتقول له ليه بتعمل كل ده علشانه؟ وبتساله بالنسبه لها كده ايه اللي هيتغير؟ فبيقول لها انه هيقضي وقت اكتر معاها. بتقول له الشغل ما فيهوش عواطف وبتمشي. بيبلغ سيوك باللي حصل وان الصينيين
ممكن يوقفوا الشغل، وبيقول له انه هيخليهم يوقفوا البيع في كوريا، وبعدها هيقنع الصينيه انها تكمل الشغل، وبيعرفوا ان المالها اللي جابت منه المخدرات بيديروا جيونج، وانهم يستخدموا النقطه دي للتخلص منه، وفعلا بيقبضوا عليه، وبيقبضوا على الولد اللي باع المخدرات لمساعد هاريون، لكن بيسيبوا جيونج لعدم كفايه الادله، وبيتجمعوا كلهم، وجيتشول بيسالوا عن اللي حصل، بيقول له انهم سالوه عن المخدرات وهو انكر معرفته باي حاجه، لكن بيدخل زميل ليهم وبيحاول يضرب جيونج، وبيقول له ازاي تعترف عليا وتعرفهم مكاني، فبيقول له ما قلتش حاجه ولا سالوني عليك اساسا، لكنهم مش بيصدقوه، وجيتشول بيخرجهم كلهم وبيسالوا عن الحقيقه، بيقول له يعني صدقت سيونج لما افرجوا عنه وانا لا، وانا عمري ما كدبت عليك. جيتشول بيقول له بجد، وبيطلع له الفواتير اللي بيختلس فيها فلوس من وراه، وبيقول له ازاي تبيع بضاعتي من ورايا وتقبض فلوسها، بيقول له دي بضاعتنا كلنا، عادي ان حبيت اكسب شويه فلوس ليا، ما انا معاك من 20 سنه. فجيتشول بيقول له انا ممكن اعدي اي حاجه غير انك تكذب عليا، وبيقول له خد كل فلوسك وامشي، فبيقول له بتطردني بعد كل ده؟ المفروض تطرد سيونج اللي من يوم ما ظهروا المصايب ورانا، والمفروض تشك فيه مش فيا انا، وكمان الشرطيه اللي بتقابلها من ورانا. بيخرج وهو متضايق جدا، وبيدخل سيونج بيقول لجيتشول مفيش وقت، لازم نفكر هنعمل ايه، وبترن عليه هاريون وبتكلم جيتشول اللي بيقول لها كنت هكلمك علشان نتفق على المستقبل، بتقول له مش لما تظبط الحاضر الاول، فبيعتذر لها، فبتقول له هفكر اقبل الاعتذار لكن من سيونج، وبتسال سيونج ايه رايك، بيقول لها انه جاهز يقابلها ويعتذر لها، فبتقول له هبقى اكلمك واحدد الميعاد، وبتقفل. في الوقت ده سيو بيركب الاسانسير مع جيونج وبيضربه، وبيقول له ده تذكار مني علشان ما تنسانيش. جيتشول بياخد يو للكنيسه وبيقول لها هعمل لك مفاجاه، وبتدخل بتلاقي اصحاب مامتها القدام في الكنيسه، واللي منهم والده جيتشول، بيدعوا لمامتها وبيقولوا لها جيتشول اللي جمعنا، وبتشكرهم، وهو بيسمع واحده بتقول لها انها زي ما هي ما اتغيرتش من ابتدائي، فبيفتكر كلام سيونج اللي قاله انها كانت معاه في مدينه تانية وهي في ابتدائي، فبيشك فيهم، وبيكلم مفتش شغال معاه يتحرى عنهم تاني، وبياخدها المطعم وبيقول لها هنقعد هنا ساعه، وقتها بيعرف سيونج من سيوك انه بعت حد يسال عليهم في الشرطه، وواخد يو رهينه معاه لحد ما يتاكد. بيجري سيونج علشان يمنع المحقق انه ياخد المعلومات، وبيوصل متاخر وبيقابله وبيقول له انه شغال مع جيتشول وعاوز المعلومات اللي طلبها منه، فالراجل بيقول له انا عرفت خلاص انك الضابط بارك، وبيرن على جيتشول لكن بارك بيمنعه، والراجل بيجري منه وبيطلع على السطح، وبارك بيلحقه فبينط لكنه بيقع في منور. بينزل بارك وبياخد الورق والموبايل منه، وبيكون منهار انه تسبب في موت حد، وبيزعق للنقيب والمحقق انهم مش مأمنين كل حاجه كويس، وبيقول لهم كان ممكن اكون انا ومراتي ميتين دلوقتي. بيحاولوا يهدوه بيقولوا له يركز وهم هيظبطوا الدنيا، وجيتشول مش بيقدر يوصل للمحقق بتاعه، فبيروح له المكتب وزمايله بيقولوا له انه اتعرض لحادثه ومات، وبعدها بيرجع وبيقعد مع سيونج اللي بيساله هيعملوا ايه مع الصينيين واليابانيين، وانه هيحاول مع هاريون لما يقابلها تاني، وبيتكلم بحماس. فجيتشول بيقول له انا مش مهتم زيك ولا بحاول بحماس كده، وبيبص له بنظره شك، فبيقول له انا قلت لك قبل كده اني عاوز ابقى ناجح، وهحاول اعمل اي حاجه تخليني ناجح واشارك معاك في التجاره دي. وبنرجع لهاريون اللي بتكون قاعده مع زعيم من كوريا، وبيعرض عليها فلوس اكتر من جيتشول، وبيقول لها انهم عاوزين يخلصوا منه. بتقول له هفكر، وبتكلم والدها بتقول له انها لسه ما قررتش توافق على عرض مين، وانها عاوزه تقعد في كوريا شويه. وتاني يوم بتقابل سيونج اللي بيكون متشيك وبتعكسه، وبتيجي يو هي كمان علشان هتقضي اليوم مع جيتشول، وبيكون سيونج غيران عليها ويو غيران عليه، وبتسال جيتشول عنها، فبيقول لها دي عميله لشركتنا. بتدخل معاه المكتب وبيقول لها دي شركتي، وبيجي موظف عنده بيسيبها وبيطلب منه انه يروح المكان اللي مات فيه المحقق اللي بعته، ويحاول يوصل للمعلومات اللي كان طالبها منه. يو بتحاول تسمع بيقولوا ايه، وبيكون معاها مسدسها، وبيرجع لها وبيقول لها عاوز اوريكي مكان. على الجانب التاني البنت الصينيه بتطلب من سيونج انه يوديها اماكن طفولته، فبيوديها مكان عشوائيات. بتقول له مش مختلف كتير عن المكان اللي اتربيت فيه، وبتلعب لعب الاطفال. بتقول له انها عمرها ما جربت العاب الاطفال ولا عاشت كطفله، لانها كانت دايما مع مساعد والدها لانه كان بيخاف عليها جدا. وبتقول له تعالى بقى ناكل في مكان على ذوقي، وبتاخده مطعم وبياكل، وبيسالها مش بتاكل ليه، بتقول له كفايه ابص لك علشان احس بالشبع، انت وسيم قوي، وبيتوتر من كلامها. وبنرجع لجيتشول ويو اللي بياخدها المكان على البحر، وبيقول لها ان المكان ده اللي هينفذ عليه فندق احلامه، وبتقول له انها سعيده علشان بدا يحقق احلامه، وبتكون خايفه منه لانه بيعاملها بتحفظ وشك. وبيتمشوا وبيقول لها عاوزك تكوني صادقه معايا زي ما انا كمان هكون صادق معاكي. وبيقول لها السيدات في الكنيسه قالوا انهم فاكرينك من الابتدائي، يعني كنت هنا، على عكس كلام سيونج اللي قال انك نقلتي لبلده في الابتدائي وتعرفتوا على بعض هناك. بتقول له ان والدها فعلا نقل هناك فتره، بس كانت بين هنا وهناك لان والدتها كانت في المستشفى هنا، ورجعت اخر الابتدائيه كمان هنا. وبيجي له مكالمه من الراجل بتاعه وبيقول له ان جاب التقرير، وان والد يو نقل فعلا لفتره في بلد سيونج. وبيرتاح وبيطلب من يو تلف، وبتكون خايفه وبتمسك مسدسها لكنه بيلبسها سلسله، وبيقول لها انا وعدتك زمان في ثانوي ان هجيب لك هديه قيمه، وادي هديتك. وبياخدها وبيرجعوا، وفي الطريق بيتكلموا عن ذكرياتهم. وبتقول له هعترف لك بحاجه، انا لما شفتك تاني وانا بقابل سيونج شفت لو ليك سجل اجرامي ولا لا، علشان اعرف حقيقه الكلام اللي بيتقال عليك. فبيقول لها وليه قربت مني وكلمتيني تاني؟ بتقول له
له لاني لسه بحبك وبيبوسها. بنرجع تاني لسيونج اللي بيسأل الصينية هتعمل ايه معاهم في الصفقة، فبتقول له انها المرة دي هتمشي ورا قلبها وهتوافق على عرضه بس يزودوا الكمية مقابل ضعف المبلغ. بيتردد في الاول لكنه بيوافق، بيكون عاوز يكلم جيتشول لكنها بتقول له انت دلوقتي الراجل بتاعنا والقرار هتاخده لوحدك. بتقول لمساعدها يبلغ والدها انها اختارت الراجل الجديد وهو سيونج، وبتقول له كفايه كلام بقى في الشغل، عاوزاك تقضي معايا الليله دي. فبيعترض، بتقول له خلاص هلغي الصفقه، فبيروح معاها. في نفس الوقت اللي بيوصل جيتشول ويول مكتبه وبتشوف حوض السمك وبيشغلوا الموسيقى اللي بيحبوها. بنرجع لسيونج اللي هاريون بتحاول معاه لكنه بيفتكر مراته وذكرياته معاها، ووسط المحاولات بيدخل مساعدها وبيبلغها ان والدها قرر التعامل مع قائد كوري جديد وان عصابته متجهين دلوقتي لجيتشول وهيصفوا العصابه خالص. وهي بتبلغ سيونج اللي بيكون مرعوب على يو، بيحاول يكلمها هي وجيتشول لكن مش بيسمعوه من الموسيقى. فبيكلم سيو بيقول له لكن الوقت بيكون فات والعصابه وصلت فعلا، وبيسمعوا صوتهم وهم بيكسروا الابواب. بياخدوا اسلحتهم وبيواجهوهم، وبيسمع جيتشول الدوشه اللي بره. بياخد مسدسه وبيقول ليو ما تتحركش من هنا، ما تحكمش عليه من اللي هتشوفه او تسمعه دلوقتي. وبيطلع وبيسيبها وبتكون مرعوبه من منظر الضرب. بيوصل سيونج وبنشوف المعركه اللي كانت في اول المسلسل، بيحاول يوصل لها علشان يحميها وبتشوفه وهو بيضرب وحشيه، وبتكون مخضوضه من اللي وصل له وانه فقد جزء كبير جدا من انسانيته في المهمه دي. بيصعب عليها وبتدخل تضرب معاهم، وبيكون في واحد هيضربها لكن جيتشول بينقذها قبله وده اللي بيضايقه اكتر. بينتصروا في المعركه وبتوصل هاريون الصينيه اللي بتبص لسيونج وبتقول له ليه تعمل في نفسك كده، فبيقول لها علشان احمي حد عزيز عليا. وبتقول لهم انا اول مره اعصي اوامر والدي، حاولوا تثبتوا ان كنت على حق. وبيروح المقر القائد الكوري اللي بيكون قاعد مع مساعد كانيموتو، وسيونج بيقطع له وتر رجله وبيقبضوا على رجالته. وجيتشول بيقول للمساعد يبلغ كانيموتو انه يجي يعتذر له بنفسه على كل اللي حصل ده، وبعدها يتكلموا في التجاره سوا. بيروح المستشفى يطمنوا على رجالتهم وبيغيروا هدومهم. وجيتشول بياخد سيونج معاه لبيت والدته وبيقول لها ده موظف عندي وجعانين، بياكلوا وبيناموا في اوضته. وسيونج بيقول له انت كنت قاسي مع اليابانيين جدا، من غيرهم مش هنعرف نصرف البضاعه. فبيقول له انه كان بيعتبر كانيموتو زي والده وكان ممكن يموتوا كلهم النهارده حتى يو. فبيقول له انها شرطيه وشافت كل حاجه، مش خطر علينا ده. بيقول له ما تقلقش بقت معايا خلاص. المحقق بيروح لمدير امن الشرطه وبيقول له يداري على اللي حصل من جيتشول ولا كأن اي حاجه حصلت لدواعي امنيه. بيتجمعوا وبيشوفوا هيعملوا ايه في البضاعه لانهم مش هيعرفوا يبيعوها. وسيونج بيقترح انه يقابل اليابانيين ويحاول يقلل من التوتر شويه. فجيتشول بيقول له لازم يعتذروا عن اللي عملوه الاول. فبيقول له ان دي تجاره والتجاره ما فيهاش كرامه وهم مش هيقدروا يصرفوا البضاعه من غيرهم. بيروح له الفندق. في البدايه مش بيسمع له لكن لما بيعتذر له بالنيابه عن جيتشول وبيطلب منه يسمعه بيخليه يوصله للمطار. في الطريق بيقول له حضرتك شفت اللي عملناه في العصابه دي وان السياده لينا والمهم عندنا كلنا ان المصالح تمشي. بيقول له ان القرار في ايده هو ويقدر يقنع كانيموتو وبيعرض عليه ضعفه الكميه والسعر يفضل ثابت. فبيقول له جيتشول موافق بالكلام اللي بتقوله ده. فبياخده لجيتشول وبيقعد معاه لوحدهم، ولما بيطلع بيساله وصلته لايه، بيقول له وصله للفندق تاني. وبيجي كانيموتو اللي بيهزق المساعد لانه خلاه يجي لهنا وانه معرفش يحل الموضوع بنفسه. وبيقابل جيتشول في مكتبه بيقول له هكون كريم معاك لاخر مره واقبل اشتغل معاك بس تضاعف الكميه بنفس السعر. بيقول له تعتذر الاول وبعدها نتكلم في الشغل. فبيتعصب رجالته وبيتوتر الجو، وجيتشول بيكتب له ورقه باللي عاوزه. فبيرفض وبيتضايق ويمشي وبيزعق لمساعده وبيزقه وبيهينه قدام رجالته. وسيونج بيتعصب لما بيقرا الورقه وبيعرف ان جيتشول طلب فلوس زياده. وبيقابل هاريون في السينما وبيقول لها عاوز مساعدتك ونشتغل احنا الاتنين سوا. بتاخده وبيروحوا لكانيموتو وبيقول له انا بعتذر عن اللي عمله رئيسي. فبيقول له انت مين؟ والمساعد بيقول له ده شاب ذكي اسمع له. فسيونج بيقول له لو مش عايز تشوف جيتشول فانا هكون مكانه ومش هنزود اي اسعار. فبيسال هاريون بتعملي ايه معاه هنا؟ وانا اتكلمت مع والدك عن الشغل. فبتقول له بس ما اتكلمتش معايا انا، مش هينفع ننقل البضاعه من الصين لليابان مباشره لان المسافه بعيده، فلازم يكون عندك وسيط كوري وانا وظيفتي ان اختار الوسيط ده. فبيبص لسيونج وبيقول له عاوز تبقى ابني بدل جيتشول؟ اقطع صباع ايدك الصغير، بيكون ده عرف عندهم ومش بيقدر يعملها. وهاريون بتقول له مش لازم. فبيقول لي للحارس بتاعه يقطعه هو، وقبل ما يقطعه بيطعن كانيموتو بالسكينه. ومساعده بيقول له انت كبرت كفايه عليك كده. وبنعرف انه متفق مع الحارس من قبلها. وبيقول لسيونج وهاريون معاكم البابا الجديد. بيظهر جيتشول وبنعرف انه متفق مع المساعد على كل ده لما اجتمعوا سوا. وبيقول له اهلا بيك، بما اننا شلنا العقبات من طريقنا فنكمل شغلنا بقى. وبعدها بيقعد مع سيونج اللي بيساله ما قلتليش ليه. بيقول له عشان تكون على طبيعتك وما يشكوش فيك وانت ظبطت الدنيا مع الصينيين وانا توليت امر اليابانيين. وبيقول له انا شايف الامور بقت كويسه علشان تاخد مكاني، انا شايفك الانسب من بعدي. فبيستغرب سيونج بيقول له بتتكلم بجد؟ بيقول له ايوه انا عاوز اعيش حياه هاديه وامنه وانا هاسس مدينه سياحيه علشان خاطر يو، وانه بيعمل كده علشان تكون فخوره بيه. وتاني يوم بيكون عامل مؤتمر بيعلن فيه عن المدينه اللي هيعملها. بيكون معاه يو وسيونج وبيجي الضابط الرخم وبيقول له حلو الشغل ده علشان تداري على شغل المخدرات بتاعك. وجيتشول بيتضايق منه بيقول له عاوز ايه؟ بيقول
وبيقول له عاوز اعرف مين اللي قتل تاجر المخدرات وقتل المحقق اللي كان شغال تبعك. فبيقول له معرفش. فبيمشي بعد ما عصبه وسمعوا كلهم الكلام اللي قاله. بيطلع جيتشو يقول كلمته. بيستغل سيونج الوقت وبيكلم سيوك وبيقول له ان الضابط ده هيبوظ لهم العمليه، لازم يوقفوه. بيتجمعوا بعد المؤتمر ومعاهم هاريون اللي بتغلس على يو، بتقول لها شكلك من الشرطه الفاسده بدل قاعده هنا، وتعرفي جيتشو اللي بيعمل ايه. فالكل بيبص لها فبتضحك وبتقول لها بهزر معاكي. يو بتسالها بتشتغلي ايه، بتقول لها بصنع المخدرات. فبيتصدموا منها. بتضحك تاني وبتقول لها بهزر. وبعدها بتمشي مع سيونج وبيشتري لها تفاح وبيروحوا الفندق سوا. بتحاول معاه تاني لكن بيبعد وشه وبتقول له انت ليه مشتت وبتفكر كتير وانت معايا، انا حاسه ان في واحده تانية. فبيمسك ايديها وبيقول لها ازاي مش شايفه اعجابي بيكي، انا عاوز نفضل مع بعض فتره طويله فمش عاوز نزهق من بعض. وجيتشو اللي بيوصل يو وبيقول لها انه هيوقف كل اعماله علشانها وهيتغير ويكون شخص كويس. تاني يوم بيتجمعوا وجيتشو اللي بيسال سيونج البضاعه هتوصل امتى. بيقول له قريب هيبلغونا. وبيتفقوا على نسبه كل واحد فيهم وبيجهزوا خطتهم. جيتشو اللي بيقول لسيو يتخلص من الضابط الرخم علشان عامل لهم قلق، وفي نفس الوقت ده الضابط بيقبض على ابو سيونج لانه موزع مخدرات معروف. وبيساله عن مقتل تاجر المخدرات فبيقول له انه ما يعرفش عنه حاجه. بيقول له خد بالك ابني ومراته ظباط فما تحاولش تعمل لي حاجه. وبيعرف سيوك اللي بيحصل وبيروح لابو بارك وبيساله الضابط كان عايز ايه. فبيقول له وسيوك بيديله فلوس وبيقول له ما تجيبش سيره بارك ولا مراته خالص، ولو حصل اي حاجه كلمني. وبعدها بيروح لمرات تاجر المخدرات وبيقول لها تروح تتهم سيو ان هو اللي قتل جوزها وانه هيأمن لها حياتها في المقابل. وبيوصلها للشرطه وبتقول للضابط اللي اتفقوا عليه وبيقبض الضابط على سيو. وتشاري بيقول لجيتشو ان مرات التاجر بلغت عنه. يوم التسليم بيجتمع المحقق وسيوك مع مجموعه من الضباط اللي هيكونوا في اماكن العمليه وبيدوهم التعليمات. وبيروح سيونج وجيتشو للمركب وبيفضل تشاري علشان يراقب المينا من بره. بيتحركوا والكل بيكون على اعصابه ويو بتكون قلقانه وبتفتكر انها حاولت تقنع جيتشو انه ما يكملش العمليه الاخيره ويبعد عن الشغل ده خالص، لكنه قال لها انه لازم يكمل العمليه دي وبعدها هيسيب كل حاجه. وانها حاولت مع سيونج كمان انه ينسحب من العمليه لكنه اتعصب عليها، وخاصه لما شافها لابسه السلسله اللي جابها لها جيتشو، وقال لها انه مش هيهدى غير لما يشوفه في السجن. بيستلموا البضاعه وبيرجعوا للمينا وبيدخل بارك الحمام وبيسيب اسم المكان التاني للشرطه اللي بيكونوا مراقبين المكان كله. بيتحركوا لكن بتظهر عربيه قدامهم وبتخبطهم وبيخرج الواد اللي طردوه من العصابه قبل كده وبياخد البضاعه وبتنفجر العربيه لكن مش بيكون جواها حد. وبيظهر ان جيتشو قدر يخرج سيونج معاه قبل ما تنفجر. وبيجي تشاري وبياخدهم للمكتب وبيكونوا على اخرهم لانهم لازم يسلموا البضاعه. ولما بيدخل جيتشو المكتب وبيعرف ان جونج كان هنا وقت استلام البضاعه وبيعرف ان هو اللي سرقها وبيأمر كل رجالته يدوروا عليه. بيكلموا الزعيم الياباني وبيقول له قدامك اسبوع واحد والبضاعه تكون عندي. وتشاري بيقول له ننسحب وكفايه مخاطر، كل يوم مشكله وحوار. فبيزعق له بيقول له ونسيب البضاعه لجيونج ونسدد فلوس الصينيين منين. سيونج بيبلغ النقيب والمحقق ان جيونج ومساعد ليه هم اللي اخدوا البضاعه وبيديهم ارقام موبايلاتهم القديمه علشان يلاقوهم. وبعدها بيقابل هاريون وبيقول لها انا عارف اني خذلتك ما كنتش قد ثقتك. بتقول له كفايه انك جيت بنفسك علشان تقول لي الحقيقه. وبتقول له انها هتساعده باي حاجه. فبيشكرها وبيقول لها انه قلقان عليها واكيد والدها مش هيسكت. بتقول له انها هتتصرف وبتقول له على مكانهم في الصين وانها عاوزه تروح معاه هناك لما يخلصوا. ومساعدها بيبلغ والدها باللي حصل فبيقول له انها لازم تتعاقب. سيوك بيبلغ الحكومه الصينيه بمكان العصابه في الصين وبيجهزوا سوا علشان يقبضوا عليهم. الضابط الرخم بيدور ورا يو وبيعرف انها شرطيه وبيروح يسال على جوزها بارك. بيقولوا له انه في اجازه وبيبلغوا سيوك اللي بيروح له بيقول له عاوز ايه. بيقول له حبيت اقول لك ان مراتك بتخونك مع مجرم. فبيقول له دي مسائل عائليه مالكش دعوه بيها. قبلها سيو بيكون خرج لعدم كفايه الادله والموظف بيستقبله وبيقول له ان جيتشو طلب منه يتحرى عن زوج حبيبته وهو شرطي واسمه بارك وبيوريه الورق. فسيو بيقول له ارجع كده لقسم الشرطه تاني وبيشوفوا النقيب داخل للاسم. وسيو بيشك وبيقول له وديني للبنت اللي اديتك الاوراق دي. بيقابلوها وبيهددها فبتقول له ان في ضابط هو اللي طلب منها تقول كده. بيقول لها ترن عليه علشان يجي. بتكلمه وبتقول له ان في ناس سالت على بارك هنا فبيروح لها وسيو بيكون عامل له كمين. سيونج بيكلم سيو بيكون بيراقب والد جيونج وبيقول له انت فين احنا محتاجينك. فبيقول له تعالى لي الاول وبيديله العنوان. بيروح بيلاقي الموظف قافل الباب وواقف بره. بيقول له في شرطي جوه مع سيو. فبيقول له امشي انت علشان محدش يشوفك وانا هدخل له. بيدخل بيلاقي سيوك مربوط وكله دم وبيخرج له سيو اللي بيقول له الراجل ده بينتحل اسم زوج الشرطيه وانه نقيب في مكافحه المخدرات اكيد الموضوع ده فيه حاجه. وبيطلع السكينه علشان يقتله فسيونج بيمنعه وبيقول له الوقت متوتر مش ناقص نقتل شرطي كمان. فبيقول له انا مش عاوز اشك فيك وبيرمي له السكينه وبيقول له اقتله انت والا هتكون معاه. وبيرفع المسدس في وشه ولما مش بيرضى يقتله بيضرب النقيب بالرصاص وبيهجم عليه سيونج وبيضربه وبتيجي الشرطه وبيقبضوا على سيو. في نفس الوقت جيتشو بيكون قاعد مع يو بيجي له اتصال من رجالته انهم لقوا جيونج وموجود في المكتب. بيروح بسرعه للمكتب وبيشوف جيونج ومساعده قاعدين بيقروا في ورق مشروعه الجديد وبيضحكوا عليه ورجالته واقفين حواليهم وبيعرف انهم خانوه وبيرفع مسدسه على جيونج لكن
مش بيقدر يقتله، وبيقول له انت كنت عاوز تأسس حياة جديدة من غيرنا؟ فبيقول له انا اللي عملتكم. بيقول له من غيرنا ما كنتش هتقدر تعمل حاجة لوحدك. وباقي افراد العصابة بيكونوا في صف جيونج. بيدخل الضابط الرخم وبيقول لهم تجمع جميل جدا، وبيقبض على جيتشول. وبنعرف ان جيونج وتشاري راحوا للضابط واتفقوا معاه انه يخلصهم من جيتشول ويوفر لهم الحماية مقابل مبلغ مالي يدفع كل شهر. يو بتشوفه وهو مقبوض عليه، وتبلغ سيونج اللي بيكون في المستشفى بيتابع حالة سيوك، وبيتنرفز جدا لان كده كل اللي عمله فشل. بيروح بسرعة وبيخبط العربية اللي هو موجود فيها وبيهربه. وفي الوقت ده الدكتور بيبلغ رئيس النيابة ان سيوك مات. وتاني يوم الشرطة بتقبض على كل التجار الصغيرين علشان جيونج ما يعرفش يصرف البضاعة اللي معاه في البلد ويضطر يبعتها لليابان. وبيبلغوا سيونج باللي تم وهو بيسأل عن حالة سيوك، فبيقولوا له بخير وبيتحسن، المهم تركز انت في العملية دلوقتي. وبيبلغوا ان شرطة اليابان والصين منسقين معاهم. بنروح للمساعد الصيني اللي بيروح لجيونج وبيهدده انه يجيب فلوس البضاعة او يرجعها، فبيطلب منه انه يتعاون معاهم بعد كده بدل جيتشول، وبيطلب منه يوصلهم باليابانيين. جيتشول بيكلم يو وبيطمن عليها وبيقول لها استنيني، اخر عملية وهنعيش مع بعض في امان. والضابط الرخم بيخرج من المستشفى وبيروح للعصابة بيسألهم عن سيونج وازاي ينضم ليهم، فبيقولوا له انهم ما يعرفوش حاجة عن ماضيه وانه كان صديق للشرطية. هاريون بتقابل جيونج وتشاري وبتتفق معاهم انهم يكونوا مكان جيتشول، ومساعدها بيستغرب ازاي وثقت فيهم بالسرعة دي، فبتكلم سيونج وبتقول له عملت كل اللي طلبته مني. مساعد الضابط الرخم بيروح عزا سيوك وبيقابل مراته، وبيروح لزميله وبيبلغه بكل اللي عرفه. وهو بيروح لهاريون وبيعرفها بحقيقة سيونج وانه ضابط اسمه بارك ومراته هي الشرطية يون، وبيطلب منها تقول له على مكانه. بتقوم علشان تفكر وبتفتكر كلام بارك ليها لما قال لها انه عاوزها تمشي من كوريا لحد ما الجو يهدى، وبتتصل بيه وبتقول له انت كنت لطيف معايا الفترة اللي فاتت، هل كنت قاصد كده؟ ما بيردش وبيستغرب. وبتقول له والدي طلب مني ان ارجع الصين، ايه رأيك؟ فبيقول لها بلاش، سافري الفترة دي وروحي هونج كونج، بلاش كوريا او الصين. بتخرج وبتمسك السكينة وبتقتل الضابط علشان ما يضرش بارك. وبيدخل المساعد وبيقول لها اهربي وانا هغطي عليكي، بس اوعي ترجعي الصين، ابوكي هيقتلك. بعد فترة رجعي للراجل اللي بتحبيه. بتتحرك العصابة لمكان التسليم وبيسلموا البضاعة لليابانيين، والشرطة بتعرف اسم المركب الياباني وبيسيبوه. بارك وجيتشل بيكونوا في العربية بيراقبوا المكان، وبارك بيقبض على جيتشل وبينزل علشان يقبض على باقي العصابة اللي بيستهزئوا بيه لانه جاي لوحده، لكن بتظهر الشرطة من كل مكان وبيقبضوا عليهم. وجيتشل بيلاقي بارك سايب له مفتاح الكلبش في العربية، بيفك نفسه وبيهرب. وفي الصين الشرطة بتقبض على العصابة المصنعة للمخدرات، وفي اليابان الشرطة بتقبض على الزعيم وهو بيستلم المخدرات. وبكده تكون نجحت العملية وبيتم الإعلان عنها في الدول الثلاثة. بارك ومراته بيكونوا في العربية وبتسأله هل هنقدر نرجع زي الأول؟ بيوصلوا البيت وبيدخلوا بيلاقوا جيتشل اللي بيرفع السلاح في وش بارك وبيقول له انت السبب، انا اتخليت عن كل الناس علشان كنتوا الاتنين وفي الاخر خنتوني وانت استغليتي حبي ليكي. وبيحاول يقتل نفسه لكن بارك بيقتله، ويوم ما بتقدرش تمسك نفسها وبتجري عليه وبتعيط بشدة. تاني يوم بيروح لحفل تكريم النقيب سيوك وبيقعدوا بعيد عن بعض، وبيتم ترقية بارك ووكيل النيابة بيهنيه لكنه بيسيبه ويمشي. بيروح لقبر جيتشل بيلاقي محطوط عليه ورد وسلسلة مراته، فبيحط عليه دبلة جوازهم وسجارته وبيمشي. وبكده يكون خلص مسلسلنا، واتمنى يكون عجبكم ومستني تعليقاتكم واقتراحاتكم في الكومنتات، وشكرا.